هذه قصة الرجل اللي أربك المحقق العظيم شارلوك هولمز، اللي كل المعجب فيه بيعتبره قدوته. قصة زعيم الجريمة ومعلم الرياضيات ويليام جيمس موريارتي. في أحياء لندن القديمة وفي نهاية القرن ال19 ظهر قاتل متسلسل مجهول. راحوا ضحايا جرائمه 7 ضحايا، والمصيبة الكبرى الضحايا ال7 ذولي كلهم مجرد أطفال صغار. ويقتلهم، وبعد ما ينتهي منهم يتخلص منهم ويرميهم. الخبر بينتشر في الصحف، مجرم بيهدد أمن العاصمة لندن، والناس كانت غاضبة على الشرطة بسبب عجزهم عن الإمساك بالمجرم اللي يستهدف أطفالهم. جيل المستقبل بيضيع يا عزيزي، شباب المستقبل ماتوا والمجرم ذا لازم يقبض عليه. وفي ظل هذه الظروف الصعبة وتوتر الناس وخوفهم من المجرم، بطل قصتنا مسترخي في بيته في هذا الصباح الجميل ويقرأ الخبر هذا في الجريدة. ومن مجرد قراءته للخبر وجد عامل مشترك بين الضحايا ال7 كلهم. كل الأطفال ذولي آبائهم يعملون في وظائف لها زبائن عدة من النبلاء، منهم الخياط ومربي الأحصنة والعامل في محل المجوهرات وغيرها من الوظائف. وطلع بأول استنتاج أن القاتل المجهول هو من فئة النبلاء. يبدأ ويليام تحقيقاته في القضية ويلاقي ولد معاه آلة موسيقية ما يعرف يستخدمها، واتضح أنه هذا الولد هو أصلا كان صديق لأحد الضحايا ال7، وأن الآلة ذي مو بحقته في الأساس، هي حقة صاحبه اللي مات، بس هو أخذها وقرر يكمل شغل صاحبه من بعده. المهم ويليام سأله: صاحبك كان بيعزف بآلته فين؟ وين كان يشتغل؟ فقال له الطفل: شفت يا حبيبي المكان اللي كنت أشتغل أنا فيه؟ أيوة، بعد المكان هذا بشارعين خويي كان يشتغل هناك. راح ويليام للمكان واكتشف أن المجرم كان يراقب ضحيته الطفل من نافذة خاصة بأحد الأندية اللي يزوروها أفراد الطبقة النبيلة. النادي ذا مخصص للنبلاء فقط، فإذا أنت فقير بيشوتوك بالجزمة ما تدخل، بس لو كنت غني يا عزيزي برضو بيشوتوك بالجزمة. اسمع احد يقول لي: طيب ادخل كيف؟ شلون انضم للنادي حقهم ذا؟ اسمع احد ثاني يقول: هو مين اللي سالك السؤال الاول اصلا؟ لا يا عزيزي لا تستقعد لي كذا، انا ابغى احد يسالني ذا السؤال، فاقول اسمع احد يسالني، لا تدقق ورايا ارجوك لا تحرجني. المهم نرجع لسؤالنا المهم، كيف ادخل نادي الاغنياء هذا؟ ابغى اصير خويهم، يمكن يعطفوا علي ويعطوني فلوس شويه. الجواب حق هذا السؤال بسيط يا عزيزي، ما تدخل النادي هذا الا بواسطه، يعني واحد من اعضاء النادي يتوسط لك ويقول هذا معايا دخله، شغل واسطات بس. وبالفعل يدخل ويليام النادي عن طريق واسطة من معارف أخوه الكبير ألبرت، ويسأل الخادم عن الشخص اللي جالس قدام النافذة ويقول له هذا النبيل هو أحد مؤسس النادي حقنا ودائما يجلس أمام النافذة. فيروح لويليام ويتكلم معه ويقول له صباحو صباحو، ويجلس يسولف معه. وهنا يبدأ التعذيب النفسي حق ويليام علمه انه يدري انه يتعامل مع محلات الاشخاص اللي ماتوا اطفالهم، وذا تلميح من ويليام انه تراني اعرف ان لك علاقة مع عائلات ضحايا القاتل المتسلسل. الرجل بدأ يتوتر، لكن ويليام ما وقف هنا، بدأ يستفز ويتلاعب بنفسيته. الرجل ما تحمل ضغط ويليام عليه فقاطع وغادر المكان فورا. لكن لا يا حبيبي، الموضوع ما ينتهي هنا. تحسبني بخليك تمشي بعد ما اهنتني زي كذا؟ انا اوري جدك. ويرسل قاتل خلف ويليام عشان ينهي حياته. لكن على مين تلعب يا حبيبي؟ ويليام اذكى منك ومن اللي جابك كمان. ويليام بمساعدة اخوه الصغير لويس مسكوا القاتل ذا واستجوبوه، وهنا تثبت التهمة على الرجل النبيل. ما ادري اسمه الصراحة بس ما علينا. يخطف ويليام النبيل هذا ويجيب والد احد الاطفال المقتولين ويقول له خذ يا عمي، ذا اللي قتل ابنك، حلالك سوي فيه اللي تبي. الرجل يشوف قاتل ابنه قدامه، مشاعر الحقد والغل والكراهية سيطرت على قلبه فقتل القاتل. الجملة فيها لخبطة، قتل القاتل، لكن هذا اللي صار فعلا. وهنا الصدمة العظمى، ويليام مو بمحقق ولا شرطي فما يقبض على المجرمين ويسجنهم، ولا هو كذلك شخص ينتقم من المجرمين بقتلهم بعد ما يتأكد من جرمهم. لا، ويليام يستخدم ضحايا المجرمين في التخلص من المجرمين نفسهم، وذي أسوأ طرق الإجرام، أنك تتخلص من المجرم بتكوين مجرم جديد، تلوث أيادي الناس ويدك هي اللي تبقى نظيفة. لهذا أطلق على نفسه لقب مستشار الجريمة، الشخص اللي يكشف المجرمين ويقضي عليهم ويمحي وجودهم من هذا الكوكب باستخدام عائلات ضحاياهم، ويزيل أي دليل وأثر من موقع الجريمة، وبهذا يحقق العدالة عن طريق الجريمة الكاملة. لكن الأحداث ذي بتتركنا مع أسئلة كثيرة. هل هذا هدف ويليام الحقيقي؟ إنه يبيد المجرمين بس؟ وأصلا مين هو ويليام ولا يقتل المجرمين؟
عشان نجاوب على هذه الأسئلة كلها لازم نرجع للماضي شويتين، إلى الوقت اللي كان فيه ويليام لا يزال طفل صغير. الابن الأكبر لعائلة موريارتي ألبرت جيمس موريارتي كان يكره نظام بريطانيا الحالي، النظام اللي يحدد قيمتك في المجتمع من اليوم اللي تولد فيه. إذا كنت من عائلة نبيلة فأنت حتعيش حياة رائعة وجميلة، أما إذا ولدت في عائلة فقيرة فحياتك ستكون مليئة بالمعاناة والبؤس، وسيتم احتقارك من النبلاء وتعيش ذليل في هذا المجتمع. ألبرت كان يكره هذا النظام مع أنه شخص نبيل لأنه خالي من المساواة، لهذا كان يتبرع لأحد دور الأيتام واللي وظيفتها رعاية الأيتام المساكين، وكان يزورهم بكثرة عشان يهتم فيهم ويعرف إيش ناقصهم ويساعدهم. لكن في أحد الأيام وجد طفلين جديدين الدار بدأ يعتني فيهم، فسأل الأم اللي تهتم فيهم مين هذولي؟ فقالت له هذول الأخوين كانوا يروحون المكتبة في المتحف البريطاني بدون إذن، فقبض عليهم الحارس حق المكتبة وجابهم للميتم عشان نهتم فيهم. الأخ الصغير مريض وجسمه ضعيف، بينما الأكبر عنده من الذكاء والمعرفة والحكمة ما يكفيه لجعل الكبار عاجزين عن الكلام والذهول للمعلومات الكبيرة اللي عنده، فهو كان يهتم بالرياضيات والكيمياء على عكس الأطفال الثانيين. في نفس هذه اللحظات أحد النبيلات من العائلات الكبيرة واللي تهتم بالأعمال الخيرية قررت تتبنى أحد الأطفال كنوع من الأعمال الخيرية. طبعا بقية النبلاء الخرفان كانوا يتمصلحون معاها وقرروا يتبنون هم كذلك أحد الأيتام. واحد من هذول النبلاء كان والد ألبرت واللي كان خروف معاهم طبعا، فخلى ولده ألبرت يقرر مين الأطفال اللي يتبناهم. فلما راح لدار الأيتام المرة الثانية لقى الطفل الذكي جامع الأطفال حوله ويحكيهم عن النبلاء كيف انهم رائعين وكويسين ويعيشون حياة جميلة. فقاطع واحد الأطفال وقال له اليوم في بعض النبلاء كانوا ينظروني بنظرات احتقار من عرباتهم. والطفل الثانية بتقول أمي لما كانت تشتغل عند أحد النبلاء وروها الجحيم وعاملوها معاملة سيئة. فرد عليهم الطفل الذكي كلامكم كله صح، في بعض النبلاء سيئين وعبارة عن حثالة في المجتمع، وأنا علمتكم إيش تسوون مع هذول النبلاء. فكلهم صارخوا وقالوا نحاربهم ونسقط هؤلاء النبلاء السيئين، نحاربهم ونسقط هؤلاء النبلاء السيئين. ألبرت ذهل وصدم من هول ما رآه، وبدأ يقول في نفسه لو تخلصت من الأشخاص السيئين فستصبح بريطانيا بلدا مثاليا. يرجع ألبرت البيت وهذه الفكرة عالقة في ذهنه، لكنه يصطدم بالخادمة المصابة اللي دمعت عيناها من الألم، والسبب في هذه الإصابة هو أخوها الصغير طعنها بالشوكة في يدها لأن الشاي كان طعمه مو حلو. الله خبئت المدلع ذا عشان شاي يطعن الناس. المهم بسبب هذه الحادثة زاد احتقار وكره ألبرت لهذا النظام اللي يقدس النبلاء. فراح اليوم الثاني لدار الأيتام وتكلم مع الطفل الذكي، قال له اسمعني، أنا سمعت محاضرتك أمس اللي أعطيتها للأطفال، لكن يا ابني محاربة النبلاء كذا انت بتحول النبلاء كلهم الى اعداء، يعني انت بتشن حرب كاملة على بريطانيا. مجنون انت، يمديك اصلا تقاتل هذا البلد كامل؟ فابتسم الطفل في وجهه وقال هذا هو ما انوي فعله بالضبط. حياة الناس يجب ان تكون متساوية، على الجميع ان يحظى بالسعادة، لكن في بلدنا هذا لا وجود للمساواة. نظام الطبقات لوث قلوب الناس وجعلهم يحتقرون بعضهم. في هذه الحالة إذا فعلنا العكس وأزلنا نظام الطبقات فستصبح قلوب الناس متساوية وسيصبح بلدنا جميلا. ألبرت اندهش من هذا الكلام، قال له تعال عيش معايا، أنت الطفل اللي بتبناه باستخدام ذكائك وسلطتي، بعطيك سلطتي وثروتي وحياتي، بعطيك كل اللي تبيه عشان تحقق هدفك هذا، لكن بالمقابل أبيك توريني كيف بتخلي العالم مثالي. أبغى أكون موجود في اللحظة اللي بتغير فيها العالم. وبالفعل يأخذ ألبرت كلا الأخوين ويضمهم لعائلة موريارتي كفردين جديدين في العائلة، لكن الأمور ما كانت سهلة. لا تنسوا أن نظام الطبقات كان لا يزال موجود. الأخوين تم احتقارهم من الزوجة والابن الثاني للعائلة، حتى خادم العائلة اللي المفترض يخدمهم كان يحتقرهم احتقار شديد. حياتهم كانت صعبة جدا، وفي ظل هذه الظروف الأب الخروف كان يتمصلح مع المرأة النبيلة ويتفاخر قدامها بأنه تبنى طفلين يتيمين مو بس واحد.
عليك حيوان كلب مصلحجي، ما علينا منه. في صباح اليوم التالي الابن الثاني للعائلة ويليام يطلب من الأخ الصغير المريض أنه يصلح له شاي، فيرد عليه الطفل بحسن نية حاضر يا سيدي، ويعطيه الشاي بعد ما يصلحه. وقبل ما ياخذ أول رشفة يقول اسمع يا حبيبي، من جدك تتوقع أني بأشرب الشاي اللي صلحه قمامة مثلك؟ ويكب الشاي على السجادة ويقول يا ليل السجادة توسخت بسببك يا قذر، تعال نظفها بلسانك. لكن الأخ الأكبر يقاطع ويقول له لا أنا اللي بنظفها. فرد عليه الابن النبيل أبيك تتعاقب عشان ما يتكرر الخطأ هذا مرة ثانية، خذ أطعن نفسك بالشوكة دي. وينظر له بنظرة الاحتقار والابتسامة على وجهه. ياخذ الأخ الأكبر الشوكة ويطعن نفسه بالفعل، وبعدين يقول له ها مبسوط الحين يا بابا؟ يعرف ألبرت بهذه الحادثة ويزداد احتقاره وكرهه للعالم هذا لدرجة أنه بدأ يكره عائلته، فيخطط هو والطفلين اليتيمين لقتل العائلة كاملة. لكن المفاجأة أنه الابن الثاني للعائلة النبيلة ويليام راح غرفة الطفلين اليتيمين في الليل وهم نايمين ومعاه أدوات المائدة الفضية، كان ناوي يخبيها في غرفتهم عشان يتهمهم بسرقتها ويطردهم من البيت. لكن بطلنا كان عارف الموضوع ذا وقرر أنه الابن الفاسد هذا يكون أول ضحاياهم. ومين اللي بيقتله؟ أخوه الكبير ألبرت. الابن الثاني خايف من الموت، يحاول يبرر لأخوه ويقول له صلي على النبي حنا أخوان دمنا واحد. فيقول له ألبرت أسكت، مجرد التفكير أن دمك القذر المقرف يمشي في عروقي يخليني أبغى أستفرغ. أنا أحتقرك وأبغضك أنت وعائلتنا وهذا المجتمع كامل، وراح أغير العالم هذا وما أحتاج حثالة مثلك في عالمي. وقد أخوه. وبعدها الثلاثة ذولي يبدأون تنفيذ خطتهم الإجرامية للقضاء على العائلة كاملة. يولعون الغاز في القصر كله عشان يحرقونه، لكن أهم عنصر في هذه الخطة إنها تطلع بشكل حادث. تذكروا الجريمة الكاملة، فيربطون طرف حبل بالزناد حق بندقية معلقة في الجدار والطرف الثاني في الساعة، فلما تيجي الساعة الثالثة تماما ينضغط الزناد ويطلع شرار، وبسبب انتشار الغاز في القصر كامل يحترق القصر عن بكرة أبيه. وهم الثلاثة تخبوا في مخزن النبيذ المكان الأأمن في القصر، وبالفعل الخطة تنجح ويجي وقت الهروب للأطفال. لكن الأخ الأصغر يحرق نفسه متعمدا عشان خطة أخوه تنجح نجاح كامل، والناس تصدق كلامهم، لأنه أصلا مستحيل أحد يصدق كلام أطفال طلعوا من الحريق بدون أي إصابة. وأيضا هذه هي هديتي لكما أنتما الاثنان أنقذتماني من مرضي، فهذه الإصابة دليل على عزمي للعيش معكما. هذه كانت كلمات لويس لهما. فيهرب الثلاثة من الحريق ويسألهم جندي الأطفاء مين أنتم؟ فيجاوبوا أكبرهم أنا ألبرت جيمس موريارتي، وهذولي إخوتي ويليام ولويس. بطل قصتنا أخذ مكان الابن الأصغر لعائلة موريارتي ويليام عشان يحقق هدفه في تحويل هذا العالم لعالم مثالي. الآن بعد ما شفنا ماضي ويليام وطفولته الصعبة والمؤلمة، نرجع لوقتنا الحاضر، الوقت اللي يبدأ فيه ويليام تنفيذ خطته، الوقت اللي يتم فيه التخلص من النبلاء السيئين واحدا تلو الآخر. بدأ ويليام أولا بقتل النبيل اللي احتقر حياة خدمه العاميين وما وفر لطفلهم المريض الرعاية الطبية اللي كان يحتاجها في وقت مرضه، فحقد عليه والدات الطفل واستعانوا بمستشار الجريمة ويليام جيمس موريارتي للقضاء على هذا النبيل. وبعده قتل الرجل اللي كان مساعد في إدارة إحدى الجامعات الخاصة بأبناء النبلاء. هذا الشخص قتل عاملة في إحدى الحانات فقط لأن أحد أبناء النبلاء اللي يدرسون في جامعته وقع في حبها، حتى أنه يعتبر هذه العاملة مجرد حثالة وضيعة ما تستحق رجل نبيل كزوج لها. يعني تخيلوا حتى الحب بين النبلاء والعامة محرم، يا لطيف. وغير كذا كان يستدرج أطفال الرجال النبلاء الأغنياء إلى بيوت الدعاء ويغريهم بالملذات هناك، وبعدين يطلب من آبائهم أنهم يدفعون له فلوس عشان يسكت ما يفضحهم. يعني باختصار كان نذل بكل ما تعنيه الكلمة، ختم النذالة يا شيخ. فبسبب أفعاله الشنيعة هذه قتله ويليام، وبعدها انتقل إلى فريسته التالية، أحد أكبر المجرمين بين النبلاء الكونت بريتس إندرز. هذا كان عنده هواية مفجعة، عنده منطقة صيد خاصة فيه، لكن مو بصيد حيوانات يا عزيزي المشاهد، بل صيد البشر.
كان يطلق البشر في الغابة عشان يهربون منه ويلحقهم وهو بالبندقية حقته ويقتلهم. إضافة إلى هذا كان يحتقر العامة احتقار شديد، وبالنسبة له أي شخص مو بنبيل هو مجرد ماشية، حيوان يمارس عليه هوايته يصطاده. فقتله ويليام بتكوين خطة عبقرية، ونهايتها كانت أن الكونت يرمى في البحر من سفينة نوح ويموت غرقا. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. المشكلة الوحيدة في خطة ويليام هي وجود هذا الشخص أثناء تنفيذ الجريمة. استوقف ويليام وهو نازل من السفينة وقال له أبي أسولف معك بخصوص موضوع الكونت بريد. موته ما كان عادي أبدا، في أحد خطط له. وبدأ يقول لويليام تحليلاته بخصوص الجريمة اللي صارت، وأنه يعتقد أنه في طرف ثاني في الجريمة. أعجب ويليام بكلامه وذكائه فسأله عن اسمه. رد عليه اسمي هو هولمز، شارلوك هولمز. بما أننا في القسم الأول تعرفنا على شخصية ويليام جيمس موريارتي، فالآن لازم نتعرف على شارلوك هولمز وحياة هذا المحقق العظيم. هو يعيش في شارع بيكر المبنى 221، مستأجر شقة في مبنى تديره الآنسة هادسون. وطبعا الرجال مطفر وما عنده فلوس الإيجار حق الشقة، وجلس يماطل في الإيجار لفترة طويلة، لدرجة أن الآنسة هادسون طفشت منه وقالت له يا تدفع الإيجار يا بطردك. ويسمع كلامهم رجل مار في الشارع، واللي صادف أنه صديق هولمز، واقترح عليه أنه يدور شريك سكن يدفع فلوس الإيجار معه ويتقسمون المبلغ، يعني بدل ما يدفع المبلغ كامل يدفع النص. فعجبته الفكرة ووقع الاختيار على جون اتش واتسون كشريك لهولمز. راح المطعم يتعشون، لكن دخل عليهم رجل اتضح انه المفتش لستوريد من الشرطة. وهنا ظهرت لنا وظيفة شارلوك هولمز الحقيقية. باختصار يعني لما الشرطة تواجه قضية صعبة وما يقدرون يحلونها، يطلبون مساعدة المحقق الاستشاري الأول في العالم واللي هو شارلوك هولمز. فهولمز متحمس للقضية لما شاف لستوريد ويقول له يلا يا ابني ودني لموقع الجريمة. فرد عليه لستوريد لا يا حبيبي ما بوديك لموقع الجريمة، اليوم الكونت دريبر قتل بمسدس ولقينا جنب جثته رسالة مكتوبة بالدم. شارلوك أنت مو بالمحقق، أنت القاتل المشتبه به في هذه القضية وراح نقبض عليك. أخذوا هولمز للسجن وسجنوه، لكنه قال المفتش لستوريد هذه مو قضية عادية، أبغى أروح لموقع الجريمة. رد عليه أنت ناوي تكشف القاتل بنفسك؟ قال له أكيد يا حبيبي، هذول لبسوا الجريمة فيني ويتحدوني كمان. وبالفعل أخذوا هولمز لموقع الجريمة عشان يحقق فيه. قال هولمز المفتش لستوريد علمني إيش اللي تعرفه عن القضية هذه. فقال له لستوريد في خادمتين ورئيس الخدم يعيشون في هذا القصر حق الكون، ومعاهم برضو عجوز مسؤولة عن الطبخ لكنها تعيش بغرفة لحالها. الخادمة الأولى كان عندها موعد مع حبيبها، لكن مع أنها انتظرت الليل كله إلا أن حبيبها ما جاء، وهي أول شخص اكتشف الجثة. أما الخادمة الثانية فوصلها خبر أنه أبوها أغمى عليه، فراحت لبيت أهلها بسرعة ولقت أبوها بخير وصحة وعافية. أما كبير الخدم فكان يشرب الخمر في غرفته والعياذ بالله، لكن كان ممزوج معاه أدوية فكان نايم في وقت وقوع الجريمة. وبالنسبة للعجوز المسؤولة عن الطبخ فهي عندها مشاكل في السمع، فمستحيل انها تسمع اي شيء. جلس هولمز يحقق في موقع الجريمة وبعدين قال للستوريد تبي تسمع استنتاجي؟ قال له سمعني يلا. اول شيء بخصوص الرسالة المكتوبة بالدم، فالقاتل هو اللي كتبها، لان عرض الحروف اكبر من اصابع الكون، يعني القاتل يده اكبر من يد الكون، فيعني ان القاتل اضخم من الضحية. والحين نجري طريقة القتل. لو كان القاتل متمرس لكان اطلق رصاصة واحدة فقط في الرأس، لكن مثل ما تشوفون اطلق 4 رصاصات، والواضح انه اطلقها بعشوائية، يعني القاتل هذا هاوي. لكن كان في شخص يساعده بذكاء، هو نفس الشخص اللي خدع الخادمتين ونوم رئيس الخدم وجهز هذا السيناريو الممتاز للجريمة. هنا هولمز بدأ يقشعر جسده ويتذكر احداث قضية الكونت بريتز اندرز، وان العقل المدبر في هذه القضية هو نفسه المسؤول عن الجريمة حقت الكون. بعدها طلعوا من القصر وهولمز قال للمفتش لستوريد يسطا هربني، بقول لك تكفى هربني. ويتوقعون لستوريد قال له لا الله راح هربوا من جد. اتفق هولمز وجون انهم يتقابلون تحت جسر في احدى الشوارع، بعدين قال له بحط فخ اغري فيه القاتل، واتضح انه لقى خاتم في موقع الجريمة وهو حق القاتل. نشروا الخبر في الجريدة انهم لقوا خاتم ضائع واللي يبيه يتصل بجون واتسون. قرأ ويليام الخبر وعرف انه فخ من هولمز،
لكنه قرر انه يقع في الفخ ويستعيد الخاتم. جون كان جالس بالشقة عشان ينتظر القاتل اللي بيقع في فخ هولمز، وكان ينتظر شخص ضخم البنية مثل ما قال هولمز في استنتاجه. لكن اللي دق باب بيته هي عجوز ادعت ان الخاتم هذا حق بنتها اللي اسمها لوسي واللي اسمها محفور في الخاتم، فاعطاها جون الخاتم ومشت في طريقها. لحقها هولمز عشان يعرف مخبأها ودار قتال بينه وبينها، واللي جلدت فيه هولمز بالمناسبة وهربت منه. والعجوز دي هي تابعة ويليام، وهي مو بعجوز اصلا بل شاب اسمه فريد وهو بارع جدا في التنكر. فبعد الخسارة ذي رجع جون وهولمز للبيت، وهم في طريقهم قال هولمز لجون انه عرف مين القاتل، فسأله بحماس مين القاتل؟ فرد عليه هولمز انتظرني في المحل هذاك دقيقتين بس واجيك. ولما جاء هولمز عشان ياخذ جون ركبوا عربة واعطاه اوراق من المحقق لستريد. هولمز طلب من لستريد انه يحقق في ماضي الضحية كونت دريبر، واكتشف انه كان زير نساء وكان عنده هوس بالتحرش بالنساء اللي من الطبقة العامة، يعني مو بنبيلات، وكان دائما يسكت النساء ذوري بالفلوس، يرشيهم ويشتري سكوتهم الا واحدة واللي اسمها لوسي اللي تزوجت من شخص اسمه جيفرسون هوب، لكن بعد فترة اختفت فجأة ورجعت بعدين. لكن اللي رجع في الحقيقة هي جثتها المليئة بالكدمات الفظيعة، يعني قاتل الكونت دريبر هو زوجها جيفرسون هوب واللي هو سواق العربة حقتنا هذه. فوجه هولمز السؤال لهوب، قالوا ليش قتلت دريبر بهذه الطريقة الهمجية؟ الأوامر اللي وصلتك كان المفترض تكون منظمة أكثر. فرد عليه هوب، لما شفت وجه دريبر الشخص اللي قتل محبوبتي لوسي تتوقع مني اني احافظ على هدوئي قدامه؟ شارلوك اسمعني، وش رايك نتفق انا وياك؟ الشروط بسيطة جدا. رمى مسدس لهولمز وقال له اقتلني، انا مريض وهذه اخر ايامي، فابيك تقتلني وتريحني من مرضي. تشوف هذاك الشخص اللي هناك لو قتلتني راح يعلمك مين العقل المدبر لهذه الجريمة. نزل هولمز عشان يلتقط المسدس، لكن جون هدد وقال له وقف. رد عليه هولمز انت ايش دخلك؟ انا وهو بنستفيد. قال له جون لو قتلته الموضوع ما فيه تراجع، يعني بتصير قاتل يا شارلوك. وفي نفس الوقت هو بيوشوش في راس هولمز بيقول له لا تسمع له، ما عليك منه واقتلني. بياخذ هولمز المسدس ويوجهه على هوب ويطلق النار، لكنه أخطأ الهدف متعمد. هولمز يقول له هوب أنت ما تفهمني أبدا، وش اللي بتعلمني من العقل المدبر؟ اللغز ما يمديك تسميه لغز إلا لما تحله بنفسك، ما يمديك تستمتع فيه لو أحد علمك الإجابة. قبض هولمز على هوب وسلمه للشرطة. طبعا كل هذه الأحداث كانت من إعداد ويليام عشان يختبر قدرات هوم وأفعال هولمز، مثل أنه يهرب من الشرطة ويحل القضية بنفسه. أعجبت ويليام مرة. ويليام كان يبي يختبر هولمز ويعرف هل هو شخص ممكن يستخدم أي وسيلة لتحقيق الغاية ولا لا، مع أن هولمز كان مهتم بالعقل المدبر للجريمة، وهوب وعده أنه يعلمه مين العقل المدبر، إلا أنه رفض العرض وقرر يكتشف مين العقل المدبر بنفسه. ولكن في مشكلة واحدة بس، هولمز بعد كم يوم كان نادم جدا انه ما قتل هوب، لانه فعلا يبي يعرف مين العقل المدبر، وندمه هذا تشكل على هيئة كوابيس يشوفها اثناء نومه. واللي زاد همه وحزنه اكثر انه بعد قضية الكونت دريبر اشتهر هولمز شهرة كبيرة وجاه العديد من العملاء وحل قضاياهم كلها واحدة تلو الاخرى، لكن قضاياهم كانت مملة جدا فزادته هما على هم. فقال لي ماني ما اقدر اوصل للعقل المدبر، فبدور عن اي شيء ممكن يوصلني له. فنادى المفتش لستريد وقال له عندك قضايا ماتوا فيها اشخاص من النبلاء؟ قال له ايه، في نبيل مات قبل فترة في مدينة ثانية ولكن موته كان بسبب المرض. فقال هولمز بروح احقق بنفسي عشان اشوف اذا هي جريمة قتل ولا مجرد حادث. ويلا يركب القطار للمدينة ويحقق في الموضوع ويطلع سبب الوفاة فعلا المرض. وفي طريق رجعتهم للندن كان هولمز معصب مرة، فصارت مشكلة بينه وبين جون وتفرقوا. ركب هولمز القطار وراح المطعم عشان ياكل، لكنه تفاجأ بوجود ويليام واخوه الصغير لويس في المطعم نفسه. يا محاسن الصدف. قال لهم ابي اسولف معكم شويه. قال لهم انا جيت المدينه ذي عشان احقق في قضيه، لكن للاسف ما طلعت نفس ما توقعتها احدى سلسله القضايا اللي ضحاياها من النبلاء. انا اتوقع انه في قاسمين مشتركين في قضيتين من قضايا السلسله اللي هم قضيه بريتس اندرز والكونت دريبر. كل
كلهم من النبلاء، وبعد ما ماتوا طلعت فضايحهم للناس. وأيضا أعتقد أنه في عقل مدبر خلف القضيتين ذول. ولما زرت هوب في السجن بعد ما قبضنا عليه قال لي بمعلومة سرية جدا، قال لي اسم العقل المدبر وراء القضية حقته. الشخص هذا هو أنت يا ويليام جيمس موريارتي. فرد عليه ويليام بجملته الشهيرة Catch me if you can مستر هولمز، اللي هي أقبض علي لو تقدر يا هولمز. هولمز فرح فرحة شديدة لما سمع الكلام هذا، لكن قاطعتهم صرخة امرأة، فركضوا يشوفون الوضع ولقوا شخص مقتول في القطار. فاقترح هولمز اقتراح على ويليام، قال له دام انه ما عندك شيء تسويه لين نوصل لندن، وش رايك نشوف مين اللي يقدر يقبض على القاتل قبل الثاني؟ قال له ويليام تمام اوكي ما عندي مشكلة. لكن المفاجأة انه جون كان في بقع دم على ملابسه، وتم اتهام جون بالجريمة. لكن بعد دفاع من المفتش لستريد وهولمز قرروا يحتجزونه لين تحل القضية. بدأ هولمز وويليام تحقيقاتهم في القضية، وكالعادة ذكاؤهم الكبير في جمع وتحليل المعلومات لا يوصف. حتى لستريد قال لهم يرحم أمكم اشرحوا لي ما فهمت شيء ترى. قال له هولمز شوف آثار الأقدام في المقصورة هذه في مجموعتين من الآثار، الأول حق الضحية اللي ماتت، والثاني حق القاتل، وحجم حذاء القاتل هو 10 بوصات. والضحية ذا واضح من بطاقة العمل حقته أنه صانع مجوهرات، فالقاتل قتله عشان يسرق الجواهر اللي معاه. وطريقة القتل كانت بسكينة، والسكينة لا تزال مع القاتل لأنها موجودة في مسرح الجريمة. طيب إيش سالفة الدماء اللي في ملابس جون؟ هذه البقع جات لما المجرم اصطدم بجون عند الحمام. أسمع أحد يقول لي ليش المجرم راح الحمام؟ خايف من الجريمة يعني؟ لا، هو راح عشان يرمي سلاح الجريمة واللي هو السكينة، وبرضه يغسل الدم اللي على ملابسه. بعد تحقيق عميق وملاحظة شديدة لقوا آثار الأقدام اللي في مقصورة الضحية موجودة في كل القطار. ليش؟ لأنه الحذاء اللي سبب هذه الآثار هو الحذاء حق أفراد طاقم القطار، طاقم العمل، فكل اللي يشتغلون في القطار يلبسون نفس الحذاء، وبرضه يلبسون نفس الملابس والقفازات. فبرضه القاتل لازم يغسل القفازات عشان عليها بقع الدم. وعدد أفراد الطاقم 6 أشخاص. جمع هولمز ولستريد أفراد الطاقم ال6 وقالوا لهم اللي مقاس حذائهم 10 بوصات يتقدمون، فتقدموا 2. قال لهم هولمز وروني قفازاتكم. شيك لستريد على الأول ولقى قفازاته نظيفة وما هي مبلولة. راح يشيك على الثاني لقى أكمامه مبلولة. قال له افتح يدك، فتحها وظهرت الدماء في قفازاته، وتم اتهامه بأنه القاتل في هذه الجريمة. العامل حاول يدافع عن نفسه ويبرر لهم، قال لهم الدم ذا مو بحق الضحية، الدم ذا حقي، أنا مصاب. قالوا له ستريد أفسخ القفازات عشان أشيك. فسخ القفازات وفي آثار جرح في يده. وقتها هولمز والستريد انحشروا، هم متأكدين أنه القاتل لكن ما عندهم دليل ثاني يدينوا فيه. فتدخل ويليام وقال أنت جرحت يدك من فوق القفاز صح ولا لا؟ رد عليه أيوه. قال له طيب كيف وصل الدم من نظاراتك؟ ويتفاجأ القاتل بوجود بقعة دم في نظاراته. وقتها تم إثبات التهمة على العامل وقبضوا عليه. لكن قصتنا ما تنتهي هنا. الدم اللي في نظارة القاتل هو في الأصل دم ويليام مو بدم الضحية. طيب كيف ومتى وصل الدم هناك؟ خلوني أشرح لكم اللي صار. قبل ما يجمع هولمز وستريد أفراد الطاقم قابلهم ويليام واحد على انفراد. طيب ليش سوى كذا؟ لأنه كان داري أنه القاتل بيطلع حجة عشان يبعد الاتهام اللي عليه، وهذا اللي صار. فقابلهم ويليام وحط بقعة من دمه في أماكن مختلفة في أجسامهم، وبسبب حركة ويليام ذي قدروا يقبضون على القاتل. وهنا ويليام أثبت أنه أذكى من هولمز وهزمه في هذا التحدي. بعد القضية تصالح جون وهولمز ورجعوا أصحاب زي أول. وبهذا تنتهي أحداث الموسم الأول بهذه النهاية السعيدة. في أثناء احتفال جون وشارلوك بعودة صداقتهما وقعت حادثة خطيرة، حادثة تهدد أمن وسمعة بريطانيا كاملة. سرقت وثائق سرية قد تتسبب بفضيحة لإمبراطورية بريطانيا.
عملية السرقة تمت عن طريق امرأة تدعى آيرين أدلر، والشخص الذي اختير لاسترجاع الوثائق من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث هو رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية مايكروفت هولمز. أتوقع أنك لاحظت تشابه الأسماء يا عزيزي. مايكروفت هولمز هو أخو شارلوك هولمز. طبعا مايكروفت وكل المهمة لألبرت موريارتي اللي كان يعمل في الجيش، واللي بدوره راح علم ويليام وقرروا أنهم يستعيدون الوثائق. في هذه الأثناء ملك إحدى المدن في ألمانيا استعان بمساعدة هولمز ضد امرأة تبتزه بصورة قد تتسبب بفضيحة له، والمرأة هذه هي آيرين أدلر. إنا لله وإنا إليه راجعون. البندي مصيبة بسبب الحلقة صارت كلها فضايح في فضايح. الزبدة راح هولمز وجون لبيت آيرين وكانوا يبون يخدعونها وياخذون الصورة، لكنها خدعتهم وحرقت البيت وراحت تعيش مع هولمز. بس مو بهذا هدفها الحقيقي. تذكروا أنها سرقت وثائق تهدد حكومة بريطانيا وممكن الحكومة تختطفها وتغتالها عشان الوثائق، فكانت تبي تتقرب من أشهر محقق في بريطانيا شارلوك هولمز عشان تشهر نفسها بين الناس، فإذا اختطفت أو اغتيلت فالناس راح تنتبه لها، فهي تستعمل هولمز كبطاقة أمان تحميها من الحكومة. طبعا ويليام كان عارف بهذا كله، على عكس هولمز اللي ما كان يدري بأي شيء ولا يعرف حتى هدف آيرين. فأرسل لها ويليام رسالة عبارة عن دعوة للتفاوض عشان ترجع الوثائق المسروقة. وافقت آيرين بس بشرطين، الأول أنهم يضمنون سلامتها، والثاني أنهم يسامحونها على السرقة. رد عليها ألبرت: نوب، ما فيه، شروطك ذي وفريها. الحكومة أمرتني باسترجاع الوثائق وقتلك كمان، ولكن أنا أقدر أنقذك من الحكومة. بس أول شيء لازم أعرف أهمية الوثائق للحكومة وإيش محتواها. علمته بمحتوى الوثائق فوافق على مساعدتها وإنقاذها. لو تتذكرون في الموسم الأول قلنا أن ويليام كان يقتل النبلاء، وبازدياد جرائم قتله أطلق عليه لقب ألا وهو سيد الجريمة. هم ما يعرفون مين هو فأطلقوا عليه هذا اللقب. ألبرت قال لآيرين: أنا هو سيد الجريمة وأنا اللي راح أنقذك. أعطاها وقت وموقع وقال لها أنه بينتظرها في هذاك الموقع، إذا تبي أنه يساعدها تجي هناك الله يحييها وهو حيساعدها. رجعت للبيت وهي تفكر بالموضوع، لكن قطع حبل أفكارها انفجار هائل صار في شقة هولمز. خافت آيرين ومباشرة راحت تتفقدهم. شافت هولمز وجون في حالة يرثى لها. أمرها هولمز بالهرب لأن في أحد يسعى خلفها، فقبل ما تهرب راحت تأخذ الوثائق معها. طلعتها من المكان اللي خباتها فيه، لكن بوم يسحبها هولمز منها. كاتشا ياب يا عزيزي المشاهد، هولمز فجر شقته عشان يخدع آيرين. أوه ماي جاد. قفطها هولمز وعرف هدفها وخطتها كاملة وقلب الطاولة عليها كمان. كذبت عليه وقالت إن الحكومة بتسامحها لو رجعت الوثائق، فأعطاها إياها مرة ثانية، لكنه كان عارف إنها تكذب عليه وإنها على علاقة مع سيد الجريمة. راحت آيرين لسيد الجريمة، ولما كانت خلاص بتعطيه الوثائق ظهر هولمز فجأة وأوقفها. هولمز جاب معاه الشرطة وحاصروا سيد الجريمة. فوجه سيد الجريمة سؤال لهولمز: أنت تبي تقبض علي؟ تبي تمسكني؟ قال له هولمز: أنا حاولت أفكر بكل طريقة ممكنة لإنقاذ آيرين من الحكومة بعد ما قرأت الوثائق، لكن ما لقيت طريقة يمديني أسويها أبدا. الشخص الوحيد اللي يقدر ينقذها هو أنت. إذا وعدتني بحمايتها ما راح أقبض عليك. فرد عليه سيد الجريمة: أنا وعدت آيرين سابقا إني بأنقذها، لكن ما أتوقع الكلام يكفي معك. فأعطى آيرين ورقة وقال لها: اكتبي اسمي وأعطيها لهولمز. بعد ما سوت كذا قال لهولمز: لو شكيت ولو شك بسيط إن آيرين ماتت افتح الورقة واقرأ اسمي اللي فيها وبعدين تعال اقبض علي. وافق هولمز وتمت الاتفاقية بينهم. راحت آيرين مع ألبرت وقابلت ويليام وجماعته وأقسمت بولائها له. الآن بعد ما حصل ويليام وجماعته على الوثائق قابلوا الشخص الذي يعرف بالحكومة نفسها مايكروفت هولمز. هددوه وقالوا: يا تسكت عننا وعن آيرين أو بننشر محتوى الوثائق. في أحد بيقول: كاستوس هو إيش محتوى الوثائق هذه؟ يا أخي من بداية المقطع تتكلم عنها ولا علمتنا شيء. شلون كذا؟ ما ينفع يا أخي. أقول لك هديها شوي. إيزي يا عزيزي.
خلها تستريح وخليني أشرح لك الموضوع عشان أبين لك خطورة الوثائق هذه يا عزيزي المشاهد. فتراها تحتوي على معلومات عن الثورة الفرنسية واللي كانت أصلا من تدبير البريطان. يعني بريطانيا خططت لإقامة ثورة في فرنسا ويقلبون النظام هناك. هذه الوثائق لو ظهرت للعلن فتسمح للدول المجاورة لبريطانيا بالهجوم عليها، يعني بيكون عندهم دافع للهجوم، ومن بين هذه الدول أكيد راح تكون فرنسا، ما هي اللي قامت فيها الثورة. فتخيل معاي إمبراطورية بريطانيا ضد فرنسا، حرب بين دولتين عظيمتين، هذه تضرب هذه وكل واحدة بتستعين بحلفائها وأعوانها وتضرب الثانية، ودول ما لها صلاح كيف يدخل بالحرب لقافة ولا مساكين على باب الله انجرفوا. فستقام حرب عالمية قبل الحرب العالمية الأولى. يعني الحرب العالمية الأولى بدأت 1914، ذي بتبدأ 1800 لأن أحداث الأنمي في القرن التاسع عشر. فهمت الآن خطورة هذه الوثائق يا عزيزي؟ نرجع لقصة الأنمي. ويليام شرح هدفه المايكروف واللي تغير عن الموسم الأول. في الموسم الأول كان يبي يقتل كل النبلاء، لكن الآن صار يبي يكون العدو المشترك للنبلاء والعامة ويوحدهم مع بعض عشان يخلق التوازن في المجتمع، وسماها خطة آل موريارتي. رد عليهم مايكروفت بتهديد من عنده. ايش انتم تهددوني بس؟ انا هدد ابوكم كمان، ما انا الحكومة نفسها. قال اوكي، واضح انكم مخلصين لبريطانيا وهدفكم نبيل، تمام، لكن لو شكيت انكم تلفون وتدورون ولا خرجتم عن السيطرة لأقتلكم بنفسي واحد. وهنا وقع اتفاق ثاني بين جماعة ويليام ومايكروفت. لكن وصل لشارلوك خبر وفاة ايرين من مايكروفت، بس ما صدقوا وحرق الورقة اللي تحمل اسم سيد الجريمة. وأثناء مراسم تجنيد ايرين قالوا له لازم نغير هويتك بما انك تشتغلين معنا، بنعطيكي اسمنا الاول اللي هو جيمس. فاقترحت اسم عائلتها يكون بوند، جيمس بوند. يب يا عزيزي المشاهد، العميد الأسطوري جيمس بوند 007 صار بنت. أنا مو قايل لكم من أول اليابانيين يسوقوا أمها بهذا الأنمي لما خلوا موريارتي حلو؟ الآن زودوها والله، جيمس بوند صار بنت. هولي مولي يا عزيزي المشاهد، عقلي ما يقدر يستحمل كمية الهبل ذي. يا الغالي ماشي وين؟ تعال، ما صدقك على الله تبي تطلع من المقطع. اقعد باقي ما خلصنا الحكاية. الزبدة بعد انضمام جيمس بوند اللي هي ايرين ادلر، ما ادري هو ولا هي، لا حول ولا قوة الا بالله، ذاك اللي معاه بنت ولا ولد. الزبدة دخلوها على غرفة الشباب وهم عرايا. موران يقول لها انقلعي برا انت بنت، قالت نوب بستخدم الغرفة ذي معكم. قال لها تسوقين أمها. لويس تفاهم معها، قال له لويس بوند صارت رجال خلاص عادي تستخدم الغرفة ذي معكم. قال له مرن الله يخرب بيت اللي يكلمك أصلا. ويليام تسكته يرحم أمك كلمها. رد عليه ويليام عادي تراها رجال وين المشكلة، وبوند لسه تقول عن نفسها رجال. لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا واليابانيين ذولي فاهمين الدنيا غلط. المهم خلونا من العرايا ذولي الله يقلع بليسهم. وكلهم ويليام بمهمة جماعية، وهي انهم ياخذون شيء من صندوق ودائع في البنك. وهم في البنك جت عصابة سطت على البنك. يا لهوي يا عزيزي الوضع خطير مرة. في لحظة فزع المدنيين انطلقت جماعة موريارتي لتنفيذ مهمتهم مباشرة وبخطة رائعة من بوند ومساعدة من موران. أطاحت بوند بالعصابة كاملة، أو أطاح يعني هو ولد. أوكي نكمل. طبعا العملية تمت بدون ما حد يعرف، وأعطوا الفضل للشرطي اللي كان موجود هناك واللي ما سوى شيء أصلا. في أثناء عودتهم للمنزل يلاقون شايب موجود واللي هو جاك رينفيلد، أو معروف بلقب جاك السفاح. تم استدعائه من قبل ويليام لأن في قضية انشهرت في لندن، وهي ظهور قاتل سفاح في وايت شابل، وهذا القاتل لقبه جاك السفاح. يعني انت حل لقب الشايب ذا. ضحاياه كلهم بائعات هواء، والصندوق اللي ساعدته جماعة موريارتي يحتوي على أسلحة جاك الشايب، وراح يساعدهم في حل قضية جاك السفاح المزيف. وبمساعدة من جاسوس يعمل لويليام في الشرطة، عرف انهم ما توصلوا او حتى قربوا من معرفة هوية جاك السفاح هذا. لهذا قرر ويليام انه يحل القضية بنفسه. اول استنتاج طلع فيه ان جاك السفاح الحالي اللي هو المزيف مو بشخص واحد بل مجموعة
مجموعة منظمة، وعشان يصيد المنظمة خلى الشايب جاك ينتحل هوية جاك السفاح الحالي عشان يخرب على المنظمة، وبهذا المنظمة تقوم باجتماع عشان يحلون المشكلة اللي خربت خططهم، ويصيدهم ويليام في وقت اجتماعهم. وبالفعل هذا اللي صار، وصادهم ويليام واحد واحد وقتل بعضهم، والبعض الآخر فجر أبوهم. كان يتم مراقبة ويليام من قبل هذا الشخص تشارلز أوغسطس ميلفرتون. أنتم ملاحظين هو أوغسطس وأنا كاستوس نقرب البعض ترى. الزبدة ذا اللي بيكون راعي المشاكل في الموسم هذا، على قولة الأمريكان pain in the ass. ولكن حتى الآن في أسئلة كثيرة مرة، مين تشارلز أوغسطس هذا؟ وبعد ما عرف أن ويليام هو سيد الجريمة إيش بيسوي؟ هل بيهددوه أو يبتزوا؟ وإيش التهديد اللي بيشكله لخطة موريارتي في المستقبل؟ بعد اكتشاف تشارلز لهوية سيد الجريمة وأنه هو ويليام موريارتي، بدأ يبحث في تاريخ ويليام وينبش عن الماضي، واكتشف حادثة صارت في ماضي ويليام. لما كان ويليام طفل في الميتم قبل أن يتم تبنيه من عائلة موريارتي، رفع قضية في المحكمة على أحد النبلاء. أنتم متخيلين بزر يرفع قضية على واحد كبير؟ والمشكلة أنه فاز فيها. يا أخي مجنون ويليام ذا وربي. خلوني أذكر لكم تفاصيل القضية. كلكم تعرفون أن ويليام وأخوه كانوا يعيشون في ميتم، وفلوس الميتم اللي يصرفها على الأطفال تجي عن طريق تبرعات من النبلاء. فجاء واحد من النبلاء لمديرة الميتم وطلب منها أن تسلفه 300 بوند بس عشان يبني دار أيتام جديد. وللمعلومية البوند هي عملة بريطانيا. المهم رفضت لأن الفلوس مو بحقتها، لكنه أصر عليها وأعطاها شهادة ضمان أنه بيرجع الفلوس. وللأمانة بيني وبينكم مبلغ 300 بوند ترى مرة كبير، يعني تقريبا بوقتنا الحالي يقدر ب 19,200 دولار. شايفين كم مبلغ كبير؟ بعد إصراره المتواصل أعطته المبلغ على أساس أنه بيرجعه بعد شهر، لكنه سحب عليها وأعطاها سيفون حرفيا. راح له ويليام وأخوه يقولوا رجع الفلوس يا اسطى، تراك سحبت علينا. قال لهم والله أنا مسكين وهذه فلوس الإيجار والكهرباء وعلي أقساط. أزبد الرفض. قال له ويليام أوه حرام مسكين والله، خلاص أنا بدفع الدين حقك وخذ 300 بوند سلف من عندي كذا. وفعلا دفع ويليام الدين حقه وسلفه 300 بوند زيادة كمان، وكان في شهادة ضمان طبعا وبشروط نفس اللي أعطاها لمديرة الميتم، وأنه بيرجع الفلوس الشهر الجاي. طبعا الرجال كان ناوي يسحب عليهم ولا يرجع الفلوس، فأتوقع أنك تعودت وتعرف أنه ويليام عبقري يا عزيزي المشاهد، ما تقدر تخدعه حتى وهو صغير. أحد الشروط في شهادة الضمان كان ينص على أنه في حال لم يستطع المقترض قضاء الدين في التاريخ المحدد فيسمح للمقرض بقطع رطل من اللحم من أي مكان يبيه من جسم المقترض. تعرف رطل يعني كم يساوي يا عزيزي؟ يعني نص كيلو تقريبا. ويليام ناوي يقلب الرجال شاورما يقطع أبوه. أزد جاء الوقت المحدد وما دفع الرجال الدين. قال ويليام أوري جدك أنا، ويرفع قضية عليه في المحكمة. ويليام قال النبيل أدفع الفلوس، قال له لا ما عندي فلوس. قال أوكي أجل نقلبك شاورما. راح يقطع رطل من الرجال، ولما حط السكينة على عنقه خلاص بيقطع اللحم. قال له وقف بعطيك نص ممتلكاتي بس سامحني تكفى. قال له ويليام نصها؟ هات ممتلكاتك كلها ولا قطع أبوك هنا. من الخوف أعطاه كل ممتلكاته، وتبرع ويليام بالثورة الهائلة لدار الأيتام، وانتهت القضية كأشهر قضية في تاريخ بريطانيا هذاك الوقت، وحفظت في سجلات المحكمة. ووصل لويليام خبر أنه تشارلز أخذ السجلات وبدأ يحقق في أمره، وهنا تبينت حقيقة وهوية تشارلز الحقيقية. اللورد تشارلز ميلفرتون عنده صحف وشركات إعلانية كثيرة، ومن كثرها أطلقوا عليه لقب ملك الإعلام، فأمر ويليام جماعته بالحذر منه. مو بس كذا، قال لهم اعتبروه عدونا اللدود. مو قايل لكم ذا بيكون راعي مشاكل في الموسم هذا. المهم في الوقت الحالي في رجل يدعى آدم وايت يطالب بالمساواة بين الشعب ويحارب من أجلها، يعني نفس هدف ويليام بالضبط. فويليام حب يختبر آدم ويتأكد إذا هدفه نبيل من جد أو لا، لكن طبيعي أن النبلاء بيكرهونه لأنه بيدمر نظامهم ومكانتهم في المجتمع.
بهذا عينوا تشارلز ميلفرتون عشان يسحق آدم. اختبره ويليام الاختبار ونجح آدم وأثبت فعلا أن هدفه نبيل، فساعده ويليام في تحقيق هدفه ألا وهو المساواة. ولكن تذكروا أن خصمه هو ملك الإعلام، شخص مو بسهل أبدا. آدم عنده أخ أصغر منه اسمه سام، الجزء السفلي منه مشلول، يعني طفل مسكين مرة. لكن هذا الطفل كان هو بصيص الأمل في حياة آدم، فاللي سواه تشارلز أنه سلب آدم الشيء الوحيد المهم بالنسبة له في الحياة. قتل سام والخادمة اللي معه. لكن المصيبة العظمى أن الشخص اللي قتلهم هو صديق آدم، شخص يثق فيه ثقة عمياء لدرجة أنه يأتمن على حياة عائلته، لكنه خان الثقة وقتل عائلة آدم. امتلأ قلب آدم بالحقد والغل والكراهية، الغضب سيطر عليه سيطرة تامة، فقتل صديقه ولوث يده بالدماء وأصبح قاتلا. هنا خلاص آدم فقد الأمل في الحياة، خسر أهم شيء بالنسبة له، خسر عائلته وهدفه اللي يعيش من أجله. راح على معاية موريارتي باللي صار، فعرض عليه ويليام المساعدة، آخر مساعدة وآخر أمر يقوم به آدم في حياته. ظهر أمام العامة وألقى عليهم خطابا مجلجلا تتجلجل له قلوبهم، ومن عظمته تقشعر أجسادهم في وسط هتاف وصراخ الحضور تشجيعا لآدم. باغته رجل بطعنة في قلبه أمام الملأ وصرح بهذا التصريح الخطير وأنا أقتبس منه: قاتل عائلة النائب آدم هو أنا من دبر لسلسلة الأحداث هذه كلها، أنا سيد الجريمة، أنا من سيلقي بلندن في أعماق الجحيم، هلموا واقبضوا علي إن كنتم تستطيعون. وهذا القاتل يا عزيزي كان ويليام موريارتي. ويليام تحمل وزر جريمة قتل عائلة آدم وكذلك جريمة القتل التي قام بها آدم، وكل هذا عشان يعطي آدم موته بطولية ويقوي أمل الناس في المساواة. في هذا التنافس اللي صار بين ويليام وتشارلز في الخفاء، الأول بيطبق المساواة والثاني بيسحقها تماما ويبقي النبلاء. انتصر ويليام، لكن هذه معركة طويلة وهذه هي أول جولة منها. انتشر خبر موت آدم وايتلي في الصحف. بطل قصتنا الآخر هولمز كان في شقته ويقرأ هذا الخبر، وإذ بجون يدخل عليه ومعه امرأة حسناء والتي هي ميري مورسون زوجة جون المستقبلية. لكن مثل ما يقول المثل الزين ما يكمل، في شخص كان يهدد ميري ويبتزها أنه بيخرب زواجها من جون. الشخص هذا هو تشارلز ميلفرتون. تشارلز له لقب آخر بجانب لقب ملك الإعلام، واللي هو ملك المبتزين، يعني يبتز أي أحد بأي شيء وبسهولة يستجيب الناس لابتزازاته القوية. طريقة الابتزاز كانت بنشر لائحة تحمل أسماء مجموعة أقامت المظاهرات في باريس سابقا، وميري كانت واحدة منهم، ولو انتشرت فرنسا ستسجن ميري وتفصلها عن جون. فراح تشارلز برضو يبتز هولمز بنسخة من اللائحة، والأصلية كانت مع تشارلز في بيته. قال هولمز اوكي تمام بروح اتسلل لبيت تشارلز واسرق اللائحة، ايزي بيزي ليمون سكويزي. وبالفعل تسلل هولمز لبيت تشارلز ويلاقي ميلفرتون رافع يده مستسلم وتحت تهديد المسدس. مين اللي يهدده؟ أفضل مجرم في إمبراطورية بريطانيا، سيد الجريمة ويليام جيمس موريارتي. هنا بدأت لعبة النفس والابتزاز. تشارلز بدأ يمارس هوايته البشعة. قال لويليام: لو تجرأت وقتلتني فراح تنفضح هويتك للإعلام وبيعرفون أنك سيد الجريمة. بعدين قال لهولمز: لو ما قبضت على ويليام بخرب زواج ميري وجون. يبتزهم الاثنين والابتسامة تعلو وجهه، ابتسامة السخرية والتحقير فيهما. لكن بوم،
شارلوك يوجه المسدس على تشارلز. تشارلز خاف وتوتر مستغرب من تصرف هولمز الغريب هذا، لكن الموضوع ما وقف هنا. ويليام برضو وجه المسدس عليه. الطاولة انقلبت تماما. تشارلز تحول من المبتز المسيطر إلى الذي لا حول له ولا قوة، فقد السيطرة على الوضع تماما. هولي مولي يا عزيزي المشاهد، تحول رائع في الأحداث، والنهاية كانت بموته على يد هولمز مقتولا، وتم حرق المنزل مع الدليل والقبض على هولمز من الشرطة بعد اعترافه بالجريمة. بعدما تم فضح هوية ويليام، بدأ بتنفيذ خطة آل موريارتي، القضية الأخيرة في الأنمي كامل، اللحظة اللي بيوحدون فيها النبلاء والعامة. في نفس الوقت تم إطلاق سراح هولمز بسبب عدم وجود أدلة كافية تثبت إدانته بالجريمة، وأيضا لم يتم العثور على الجثة. لكن ما علينا، خلونا نرجع لخطة ويليام. الخطة كانت كالتالي: أول شيء ينشر للناس جرائم قتله للنبلاء، فبالتالي يعتبره النبلاء عدوهم اللدود. ثاني شيء، العامة اللي كانوا يشجعون آدم، متذكرينه اللي كان هدفه نفس هدف ويليام، أيوة هذا، مشجعينه وداعمينه بيكرهون ويليام لأنه قتله، فيصبح ويليام العدو المشترك لكلا الطرفين، وبموته يتحقق الهدف الأسمى. لكن موته كان مضايق أخوه الصغير لويس، وبرضه تابعه فريد. كلهم ما كانوا يبونوا يموت، لكنهم ما يقدرون يوقفونه ويمنعون موته، فاستعانا بالشخص الوحيد القادر على ذلك، شارلوك هولمز. وبس هم ترى، حتى إليزابيث ملكة إمبراطورية بريطانيا طلبت مساعدة شارلوك عشان يحل المشكلة اللي سببها ويليام، فوافق. لكن المفاجأة أن ويليام زار هولمز يطلب منه وضع نهاية للقصة. بعد موافقة هولمز أعطاه ويليام وقت ومكان محددين ستنتهي فيهما قصة سيد الجريمة. طيب اسمع، أحد يقول لي كيف بيوحد ويليام النبلاء والعامة؟ مجرد كونهم يكرهون ويليام ما يعني انهم بيتوحدون مع بعض. كلامك صحيح يا عزيزي المشاهد، ويليام يعرف هذا الشيء اكثر مني ومنك. عشان يوحدهم لازم يخليهم ينجزون عمل مع بعض، وكل ما كان العمل أكبر وأصعب زادت علاقتهم أكثر فأكثر. أدري بتقول إيش الطريقة الغبية هذه، لكن والله دي فكرة الأنمي، أنا مالي صلاح. العمل كان إطفاء الحرائق. اللي سواه ويليام هو أنه أشعل مجموعة من الحرائق في لندن، وعلى النبلاء والعامة إطفاء الحرائق مع بعض، لأنها بتضر كلا الطرفين، فلازم يطفوها لحماية مدينة لندن. وباتحادهم في هذا العمل يحبون بعض ويصير في مساواة في المجتمع. وبعدما تم إطفاء الحرائق بدأ الفصل الثاني والأخير من القضية الأخيرة، لحظة موت سيد الجريمة ويليام جيمس موريارتي. هولمز حاصر ويليام فوق الجسر، أو كما يظن الشعب، واشتعلت معركة مميتة بينهما. وفي وسط القتال يرمي ويليام نفسه منتحرا، لكن هولمز يمسك به وينقذه، فيسأله ويليام: لماذا تتفانى هكذا لإنقاذي؟ فأجابه بهذه الإجابة المحلوبة في كل أنمي: لأنك صديقي يا ويليام. لكن النهاية كانت بموت ويليام ونهاية قصة سيد الجريمة. هيلنا، ما تموت لحالك، بموت أنا معك. هذه كانت كلمات هولمز، وسقط الاثنان. لكن بعد بحث مطول لم يتم إيجاد جثة ويليام أبدا. وبعيدا في حانة بسويسرا يبحث هولمز عن صديقه الأشقر الوسيم ويليام موريارتي، وتبين أنه على قيد الحياة في إحدى الحانات. وهنا انتهت أحداث هذا الأنمي الجميل.